مرحبا، أنا حسين محمود وهذا تشطيب. خلونا نبلش. اكو صحيفة اسمها المونيتور راحت تسوي تقرير عن مدينة قلقامش اللي معروفة حاليا باسم كيش. فكان عنوان تقريرهم كالتالي: العراقيون يفخرون بقلقامش ويهملون مدينته. ويقول التقرير: قلقامش البطل الأسطوري الباحث عن الخلود، مدينته ضايعة بين التراب والإهمال، وآخر بعثة تنقيبية اجتي هي بالسبعينيات القرن الماضي. كل الحضارات اللي صارت على أرض العراق ظلينا من فترة طويلة ولحد هسه نتفاخر بيها ونقول احنا علمنا العالم الكتابة واحنا سوينا أول عجلة دور. بس بالمقابل هذا الإرث اللي تركوه لنا، احنا شنو قدمنا إله؟ وهل حافظنا عليه؟ لو لا؟ والإجابة: رئيس لجنة السياحة بمجلس محافظة بغداد بتصريح سابق يقول: بغداد تضم أكثر من 150 موقع أثري مهدد بالدمار. ويضيف أنه أغلب هاي المواقع صارت عبارة عن مكب للنفايات، والبعض منها تحول لمناطق سكنية. تقول بعض التقارير أنه عدد القطع الأثرية المسروقة من المتحف الوطني العراقي بعد العام 2003 بحدود 200 ألف قطعة أثرية. وبحسب تقرير لألترا عراق يقول أنه متاجر هوبي لوبي الأمريكية اشترت 5548 قطعة أثرية عراقية عام 2017. وزارة السياحة والآثار في بيان سابق لها تقول: اكو اكثر من 4370 موقع اثري يتوزعون بخمس محافظات، تعرضا ولا زالا يتعرضا للتخريب والتهريب المنظم من قبل عصابات الآثار الدولية والإقليمية وحتى المحلية. اكو بعض الأرقام الصراحة صدمتني بخصوص المواقع الأثرية الموجودة بأغلب محافظات العراق، ومنها محافظات تكاد تكون منسية من ناحية الخدمات على الرغم من الكنوز السياحية الأثرية الموجودة بها. فمثلا محافظة الديوانية وحدها تمتلك 500 موقع أثري، منها مكتشف ومنها لا، من أبرزها مملكة نيبور. محافظة كركوك بها أكثر من 120 موقع أثري، والأنبار بها 138 موقع. أما ذي قار فتمتلك 1200 موقع أثري، ما عدا آثار البصرة وبغداد وباقي المحافظات. إذا ردنا نعالج موضوع سياحة الآثار ونخلي الناس تزورها وتكتشفها من كل مكان، فالمفروض أول خطوة نسويها هي الأمن، لأنه مستحيل تصير سياحة بالمناطق الأثرية ببلد معدوم الأمن. وهذا السبب اللي يخلي كردستان الأولى من حيث السياحة بالعراق، لأنه مدنهم مستقرة أمنيا، بينما باقي المحافظات دائما ما ينتشر بها سلاح العشائر والنزاعات. الخطوة الثانية هي البنى التحتية. مواقعنا الأثرية خير من الله، بس من تزورها ايش تلقى يمها غير النفايات والعاقول والتراب؟ بشرفكم حضارات صار لها آلاف السنين، المفروض نحافظ عليها بأبهى صورة. شنو يكلفنا إذا سوينا مساحات خضراء حول هاي الأماكن وسوينا أماكن ترفيهية حتى تصير هاي الأماكن مركز جذب للسياح؟ الخطوة الثالثة هو الإعلام. الغالبية سامعين عن الحضارة السومرية والآشورية وحمورابي، بس ما يعرفون تفاصيل حياتهم وآثارهم اللي تركوها لنا. احنا محتاجين نسوي حملات إعلامية، بس مو أي حملات إعلامية مثل ذني اللي نجيب بيهم طفل شايل علم العراق ويقول أهلا بكم بآثار العراق، ووراها نشغل أغنية حسين الجسمي مال كلنا العراق. المطلوب نجيب شركات عالمية مختصة بصناعة الإعلان والأفلام الوثائقية تنتج لنا أفلام قصيرة عن آثارنا وتاريخنا، ونقدر نستغل سفاراتنا اللي البعض منها عطال بطال، ومن خلالها نسوي مهرجانات بجميع دول العالم وحملات ترويجية للسياحة بالعراق. وخلنا نخلي مصر مثال حي عن كيفية استغلال آثارها وحضاراتها بالسياحة. نشوفكم حلقة جديدة، مع السلامة.